جه الوقت اللي هقولك مين فيه بطل الدوري الإنجليزي بنسبة 99.9%. بص يا حبيب قلبي، من غير بقى ايه مهاترات كتير ومن غير كلام كتير، من الآخر كده الدوري الإنجليزي مش على صفيح ساخن. الدوري الإنجليزي عامل زي القطر اللي هينمل مش هيكمل. ليه بقى؟ عشان لما انت تيجي تشوف مانشستر سيتي تلعب قدام كريستال بالاس كامل نجومها. كريستال بالاس واحدة من أرخم الفرق، كريستال بالاس واحدة من أصعب الفرق اللي انت ممكن تروح تقابلها في ملعبها وانت جاي من البرنابيو وكسبان بشق الأنفس هناك. حلو الكلام. فلما تيجي وتكسب 3-0 فمعنى كده انت بتوجه رسالة لكل الناس اللي مستنية وقعتك زي السيزون اللي فات، وبتقول لهم انا السيزون ده مش هسيب الدوري الانجليزي. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا لما بيبقى معايا لعيب في المساحات الضيقه ياخد سبعايه، يعمل فنتايه، يروح واحد على واحد، اللعيب ده يقدر يفك لي التكتلات الدفاعيه. اللعيب ده اللي شارك في 6 ماتشات عمل 6 اسيستات وجايب جون. يعني معنى كده انا معايا لعيب كوره على اعلى مستوى اسمه ريان شرقي تحت قياده بيب جوارديولا. الريت بتاعه ما بيقلش عن 7.5 كل ماتش. انت لك ان تتخيل جوارديولا السنة دي بقى مدرب فز لسبب واحد، علشان هو بدأ يرجع لفلسفة انا مش هلعب في اللعبة، انا هلعب في المظبوط عشان اظبط خط دفاعي، مش هتفلسف في خط الدفاع، لان خط الدفاع ده هو اللي بيحصل منه التحولات وهو اللي بيتم منه اختراقي. فانا لما العب بباك شمال وليه بالطريقه دي كده واركن اياد نوري اللي هو هجوميا اكتر واللاعب اللي بينزل كان يشارك في عمليه البيلد اب، ولكن انا موجود نيكو ده يا جماعه هو الولد اللي قدر يعوضه رودري، وهو كمان خلي بالك قوته البدنيه اقوى من رودري بكتير، فده اداله اريحيه في ملعب زي ملاعب الدوري الانجليزي واداله اريحيه في الجيم البدني اللي بيب جوارديولا ما بيحبوش. حط على ده كله لما انت تلعب بجفارديول وتلعب بدياز الاتنين في قلوب الدفاع وكل واحد فيهم الريت بتاعه يبقى اكتر من 7، يبقى انت لازم تفهم حاجة بسيطة جدا ان بيب جوارديولا بدأ يقتنع ان جفارديول ما ينفعش يبقى باك شمال، جفارديول لازم يبقى قلب دفاع بالمنظر ده كده هو دياز علشان يقفلوا له عمق الملعب. لما اجي اروح للخط اللي قدام اللي بيبقى فيه احسن لعيب في العالم السنة دي وهو دوكو هو الافضل. دوكو في الفنتات، دوكو في السرعات، دوكو في التحولات، دوكو في كل حاجه بيعملها في الملعب سواء وهو بيلعب شادو سترايكر او جناح فتح الخط او قادر يعمل اي ترن يكسر بيه ظهر اي باك في الدنيا. فخلي بالك عدم وجود دوكو ووجود فودن، وانت خليت فودن دخل بالمنظر ده كده عشان انت تفتح الخط بالباك، وفودن دايما هو اللي يبقى ماسك الزون دي والزون دي وبتديله 3 مربعات في الملعب مع بعض وبيأدي فيهم وبتخلق له فرصة الشوط على عدلة جسمه اللي دايما مميز بيها واللي انا شايف ان دي تنفع كفر للعبة زي اي. فيحط الكورة بالمنظر دي كده، يبقى انت لازم تفهم ان انت بدأت تفهم حاجة واحدة بس، جيم الدوري الانجليزي على قد ما انت قدرت تبقى بطل فيه بس لازما ان انت تجاري اللعب البدني ولازم تخلق لفرقتك دايما المربعات اللي تبعدها عن الجيم البدني خالص زي لعيب زي فودن. لما انا اروح لايرلينج هالاند المفروض الاكس جي بتاع ايرلينج هالاند بتقول ان هو يبقى جايب 15 جون 16 ماتش ب 17 هدف وهو هداف البريمير ليج السنه دي. وخلي بالك انا بالنسبه لي ايرلينج هالاند ده الافضل ثم الافضل ثم الافضل ثم الافضل. لعيب مهتم بالكرة بس لعيب تمركزاته لما انت خلقت الخطة عليه ولما انت تبني من ورا لقدام على هالاند عشان هالاند ما يخرجش بره المنطقة دي فالخريطة الحرارية بتاعته تبقى هنا بس، يبقى انت بدأت تفهم ان الدوري الانجليزي مش محتاج فلسفة. انت كده اتأكدت ان انا عايز اقولك ان بيب جوارديولا هو بطل الدوري الانجليزي. ولكن قبل ما اكد لك على المعلومة دي تعال نحكي مع الارسنال ونشوف هل الارسنال هتقدر تجاري بيب جوارديولا ولا لا. طبعا انت مستنيني اخش لك في الارسنال واشرح لك القصه دي، ولكن انا بقول لك اهو لا انا مش هخش لك في الارسنال عشان هسيب الارسنال للجزء الثاني من سلسله مين هو بطل الدوري الانجليزي. ما تنساش بقى تعمل اللايك، تفعل الجرس، وتعمل سبسكرايب يا حبيب اخوك
تمام، وتكتب لي رايك في الحلقه في الكومنتات عشان الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها ليكوا دي. وباي من غير سلام.